ليست الكرة الذهبية الثامنة جائزة أسطورية لم يحصل عليها سوى لاعب واحد في التاريخ تنتظره في حفل الكرة الذهبية. إن محتوى هذا الفيديو موجه لكارهي ليونيل ميسي ولمحبيه في الوقت نفسه. تشبثوا جيداً لأن ما ستكتشفونه معنا في الدقائق التالية من شأنه أن يجعلكم تشككون بعدالة كرة القدم أو تؤمنون بها بشكل لا محدود. فلنبدأ بسؤال الموسم: ليونيل ميسي أو إيرلينغ هالاند؟ من الأحق بالكرة الذهبية هذا العام؟ هذا السؤال الذي سيطر على الجمهور والإعلام منذ نهاية الموسم الفائت الذي اعتبر موسماً استثنائياً. من جهة رأينا الأرجنتين ترفع كأس العالم في قطر، ومن جهة أخرى شهدنا على تحقيق مانشستر سيتي الثلاثية للمرة الأولى في تاريخه. في طرفي الميزان هناك فائز كبير، فليو ميسي حقق اللقب بعمر 35 وبأسلوب أسطوري، وفي الجهة المقابلة شهدنا على مستوى لا يقل لنظيره إيرلينغ هالاند مع مانشستر سيتي، لكن يبدو أن ميزان كرة القدم قال كلمته بالفعل. الاسم حفر على الجائزة وتم تلميع ذهبها، ووزعت أسماء الحضور في قاعة الحفل مع رعاية خاصة جدا للصف الأمامي الذي دون أدنى شك سنجد فيه إيرلينغ هالاند على اليمين، وكيليان مبابي وكيفين دي بروين على اليسار، وليونيل ميسي في الوسط، لأن هذا المكان سيسهل على ليو الوصول إلى المسرح لاستلام الكرة الذهبية الثامنة في مسيرته. لم تتفاجأوا باسم الفائز إن كنتم من الكارهين أو المحبين، الجميع بات يعلم حقيقة الكرة الذهبية الثامنة ويمكن تخيل أحداث حفل التسليم. هذه كلها أمور من السهل جدا أن تتخيلها، شاهدناها عاما تلو الآخر مع اختلاف الأسماء وثبات اسم الفائز، لكن ما هو على وشك الحصول لا يمكن أن نرسمه في مخيلتنا لأننا لم نشاهده من قبل. لا يمكن أن نكشف لكم عن خطوات ما سيحدث، لكن بالتأكيد سنستمتع وإياكم بكوننا نرى حدثاً تاريخياً بكل تأكيد. سنشهد على حدث قد يؤذي كارهي ميسي كثيراً، لأنه سيضع حداً لأي مقارنة بينه وبين أي لاعب آخر، حتى وإن كان هذا اللاعب هو كريستيانو رونالدو أو حتى مارادونا نفسه. سيقف ميسي أمام العالم بأسره وأمام زملائه ومنافسيه والجهات الرسمية، ويحسم بشكل قاطع بأنه أفضل لاعب في التاريخ. كيف ذلك؟ الأمر لا يقتصر فقط على تتويجه بالكرة الذهبية الثامنة ولا على مشهد صف الكرات الذهبية التي يملكها جنباً إلى جنب، بل بفكرة تتويجه بجائزة حصرية تاريخية لم يتوج بها إلا لاعب واحد فقط في التاريخ. بعد الكرة الذهبية الثامنة بات من المؤكد أن ميسي سيتوج بجائزة الكرة الذهبية السوبر، وهي الجائزة الخاصة جدا من مجلة فرانس فوتبول، والتي لم تمنح من قبل إلا للأسطورة ألفريد دي ستيفانو عام 1989. تمنح هذه الجائزة تكريما لأفضل لاعب في 30 سنة الفائتة، وهي أكبر من جائزة الكرة الذهبية السنوية التي يحلم بها كل لاعب، بل هي عربون تقدير كبير جدا وأم الجوائز الفردية التي قد يحصل عليها أي لاعب في مسيرته. وفعليا لم يفز بها إلا لاعب واحد في التاريخ. بدأت فكرتها في الذكرى 30 لتأسيس جائزة الكرة الذهبية من قبل فرانس فوتبول، وتحولت إلى جائزة أيقونية تمنح للأفضل خلال 3 عقود. كيف سيكون رد فعلك عندما ترى هذا المشهد؟ هل ستشكك في نزاهتها أم ستعترف بأهميتها بين يدي ميسي؟